كل عام وأنتم بخير. لعاشوراء قصتان، قصة قديمة وقصة حديثة، والقصتين مليئين بالعبر والمواعظ، والقصتين كل قصة من الاتنين لها علاقة برسول أولي العزم من الرسل، والقصتين لهم علاقة ببني إسرائيل. القصة القديمة بتبدأ لما فرعون تكبر ونكل ببني إسرائيل وزاد الأذى على بني إسرائيل، فسيدنا موسى أخذ قومه وخرج بيهم. وفي اليوم ده ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى بالوحي إن هو يضرب بعصاه البحر. قال تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لما فرعون شاف المعجزة العظيمة دي إن البحر انفلق نصين، هل رجع عن اللي هو بيعمله؟ هل أخذ قومه ورجع تاني؟ لا طبعا، ده أخذ الجنود بتوعه وراحوا يجروا ورا سيدنا موسى عليه السلام عشان يلحقهم ويمسكهم كمان. فربنا سبحانه وتعالى أغرق فرعون ونجى سيدنا موسى. قال جل وعلا: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. والآخر هنا تخلص القصة الأولى، والقصة التانية برضه من مئات السنين، لكنها حديثة مقارنة بالقصة بتاعت سيدنا موسى عليه السلام، وبرضه متعلقة ببني إسرائيل، لكن تعلقها بالمسلمين أهم. كان اليهود بيحتفلوا باليوم بتاع عاشوراء ده في المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه قبل ذلك. ففي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال اليهود: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. وزاد الإمام مسلم: شكرا لله تعالى فنحن نصومه. وزاد الإمام البخاري في رواية أبي بشر: ونحن نصومه تعظيما له. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي رواية الإمام مسلم: هذا يوم عظيم، هذا يوم نجى الله موسى وقومه وغرق فرعون وقومه. ولحد هنا بتخلص القصتين. كل عام وأنتم بخير.